هو إزاي هيتم وقف الخدمات الحكومية على اللي مش بيدفع النفقة؟ هل بمجرد ما ياخد حكم نفقة هو هيتوقف من عليه الخدمات؟ لأ طبعًا، دي إجراءات ووقت، لازم الأول تاخدي حكم بالنفقة، وبعد ما تاخدي حكم بالنفقة وتجمدي مبلغ بترفعي دعوى حبس بالمتجمد، ولازم ياخد حبس 30 يوم في دعوى الحبس، يعني ما يجيش يسد قصاد القاضي، لأ هو أعلنته مرة والتانية والتالتة وما جاش، فالقاضي ساعتها بيديله إيه؟ حبس شهر. أنتِ بتعملي إيه بعد كده؟ بتعملي له إنذار على يد محضر بإنه لازم يسد المبلغ اللي عليه خلال 3 شهور من وقت علمه بالإنذار. تمام. ولو ما جاش خلال ال3 شهور دول، إيه اللي يحصل؟ من حقِك إنِك تحرّري جُنحة امتناع عن سداد النفقة، طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات. تمام أوي، وهتوضّحي ده في الإنذار. هتنزل له جُنحة، تمام. لو هو ما جاش دفع قصاد محكمة الجُنح وسَدّ اللي عليه، القاضي هيحكم عليه بالغرامة 5000 جنيه أو حبس لمدة سنة، أو ممكن يحكم بالغرامة والحبس مع بعض. ساعتها بقى الخدمات الحكومية كلها هتُقف، مش هيعرف يعمل أي حاجة.